اليوم راح نحكي شلون يشتغل البنك المركزي وشنو هو مزاد العملة وشلون اكو دولار بالسوق السوداء وليش الماستر كارد والدفع الالكتروني وتطوير القطاع المصرفي هو الحل وليش الحكومة تعاني من الاحزاب الفاسدة والشعب الفاسد. البنك المركزي باسم مجلس العملة العراقي سنة 1930 في بريطانيا، وكان هدفه هو طباعة العملة العراقية وربطها بالجنيه الاسترليني. بعدين في سنة 1947 أصدر قانون 43 اللي سوى المصرف الوطني العراقي، وصارت هاي المؤسسة بدال مجلس العملة العراقي، وصارت هي اللي تصدر الدينار العراقي. لكن سنة 1956 لغى هذا الاسم وصار بداله اسم البنك المركزي العراقي، وصار هذا البنك هو السلطة الرئيسية للسياسة المالية والنقد في الدولة. بعد 2003 صارت تغييرات على البنك المركزي، منها البنك المركزي صار مستقل وصار هو اللي يحدد السياسة النقدية للعراق دون تدخل الدولة به. لكن لازم نعرف الصلاحيات البنك المركزي شنو. الصلاحية الأولى أنه صار البنك المركزي ما يخضع رئاسة الوزراء أو وزارة المالية، بل هو مستقل لكن يكون مسؤول أمام مجلس النواب. وهاي حتى الحكومة ما تتلاعب بالبنك المركزي أو تحاول تسد العجز من خلال أخذ الذهب من البنك المركزي أو من خلال سياسات مالية أخرى. اثنين، هو اللي يتحكم بسعر الصرف، وكذلك هو اللي يتحكم بالسياسة المالية بدون الرجوع إلى رئاسة الوزراء، وهو اللي يحط التعليمات الخاصة بالمصارف، وهو اللي ينظم سوق العملة ويحدد سعر الدينار مقابل الدولار. وبها صلاحيات كثيرة، منها أنه هو الوحيد اللي يوقع على الاتفاقات المالية باسم الحكومة العراقية. لكن اللي عندنا الأهم هو مزاد العملة. شنو هو مزاد العملة وشون يشتغل؟ في 4 من تشرين الأول سنة 2004 بقرار من البنك المركزي بعد إعادة هيكلة المصرف من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، طلع ما يسمى بمزاد العملة بالبداية، بعدين صار الاسم نافذة بيع العملة. زين، شنو الهدف من إنشاء هاي النافذة؟ بعد 2003 كانت أكو عدة مشاكل. أولا، الاقتصاد العراقي كان بديك الفترة مدمر. اثنين، ما كانت أكو ثقة بالعملة العراقية الجديدة بذاك الوقت. ثلاثة، السوق السوداء كانت هي اللي مسيطرة على الدولار، فسووا مزاد العملة حتى يحلون هاي المشكلة بذيك الفترة، خصوصا منها أنه يوفرون الدولار للمصارف والبنوك، ومنها أنه هم يثبتون سعر العملة إلى 115 دينار بذاك الوقت، وكذلك منع انهيار الدينار العراقي والمضاربة عليه، وحتى يغطون على الواردات للقطاع الخاص من الاستيراد من الخارج. بالحقيقة هاي تتم عن طريق أنه البنك المركزي يعلن على عدد الدولار المعروض للبيع. المصارف والشركات تحاول تقدم طلب شراء الدولار من خلال تقديم فواتير استيراد، يتم بيع الدولار بالسعر الرمزي، وبالمقابل البنك المركزي يسحب الدينار من السوق. فهنا يصير عندنا عرض وطلب، فيمنع التضخم ويمنع الانخفاض في سعر الدينار. هذا الشيء اللي استغلته الأحزاب. فشوف صديقي، الأحزاب بدأت تفتح بنوك وشركات حتى تاخذ حصة من الدولار، لأن البنك المركزي ما ينطي غير للبنوك والشركات اللي مسجلة داخل. فأنا من كنت أشتغل بالصرافات سنة 2018 كانت هيك القسمة، البنك المركزي يبيعها إلى البنوك والمصارف على سعر 118، وهم يبيعوا إلى شركات أصغر منهم على 119، ممكن أقل وممكن أكثر ب100 دينار 200 دينار. وهاي الشركات راح تبيعها إلى تجار الجملة مال الدولار على 119.5 أو 120. ذولا يبيعون إياه على 120.5 إلى 120.600، وإحنا كصرف مفرد نبيعه على 121 ونشتريه بالشارع ب119.5 أو 120. فهيك كانت القسمة. فكان يصعد بالسوق السوداء عن سعر البنك المركزي تقريبا 3000 أو 4000 دينار حسب حالات، وممكن يصل إلى 5000 دينار في أيام الخميس والجمعة، لأن ماكو بنك مركزي فماكو سوق عملة، فلهذا التاجر يحتكر الدولار ويبيعه بسعر أغلى إذا شاف الناس محتاجين إلى الدولار. وأكو بنوك أصلا كانت تاخذه جوا 118، فهذا على حسب مزاد العملة أو على حسب السعر اللي يحدده البنك المركزي في الجلسة. فلما يصير مشاكل ولما يصير أي شيء بالبلد ممكن يصعد وممكن ينزل الدولار. فلما انضربت العقوبات الأمريكية على بعض البنوك بالعراق، هاي البنوك انحجبت من الوصول إلى الدولار، فاضطرت أنه تشتري من البنوك اللي ما محجوبة.
هنا صار عندنا خلال بالعرض والطلب بسبب طمع البنوك، لأن الحصة مال هاي البنوك محدودة وهي اللي تحتكر الوحيدة الدولار هي والشركات. فهنا يصير عندنا موضوع العرض والطلب. فمثلا أنا عندي على سعر 132، جيت أنا عرضته للبيع، جاني بنك مضطر انه ياخذ مني بالدولار فعرض علي 140، وجاني بنك ثاني عرض علي 150، وجاني بنك ثالث عرض علي 160. فالسعر الاعلى هو اللي راح يحدد سعر الدولار بالسوق السوداء، فهذا البنك راح يبيعه للي يدفع اكثر، فهذا يسموه احتكار. وهذا السبب اللي سوالنا هاي المشكله كلها، انه بعض البنوك احتكرت الدولار. والمشكله الثانيه انه البنك المركزي اساسا ما يريد يغير هاي الطريقه، فشايف هاي الطريقة الوحيدة اللي أسلم للعراق، بسبب أنه العراق ما عنده إنتاج غير النفط يقدر يعتمد عليه الدينار العراقي، غير أنه إحنا نقدر نعوم العملة مثل أي دولة بالعالم، لكن هنا تجي المشكلة المضاربة، فالناس راح تعوف الدينار بسبب عدم ثقتها بالدينار وتاخذ الدولار، فهذا راح يسبب انهيار عالي للدينار. زين، الحل شنو؟ الحل يا صديقي أنه العراق يتطور بالقطاع المصرفي وقطاع الدفع الإلكتروني، وتبدي المعاملات كلها عن طريق البنوك، وهذا يتم عن طريق الماستر كارد أو الدفع عن طريق الهاتف. فنعم، حاولت الحكومة العراقية أنه تسوي لها هاي الطريقة، لكن فشلت بالبداية. شلون فشلت؟ بسبب جشع الشعب. أول شغلة، من صار سعر الدولار حاولوا أنه هم ينطون الدولار عن طريق البنوك، وهو عن طريق الماستر كارد، أنه إذا تسافر أنت تقدر تسحب عن طريق الدولار اللي يحسب لك اياه البنك المركزي على 132، بينما الدولار كان بالسوق السوداء وصل حتى 160 و150. هنا ظهرت جشع الشركات وجشع الشعب، انه بدأوا ياخذون ماستر كاردات من العالم حتى يسافرون بيهن، ومن هناك يسحبون بالدولار على 132 ويرجعون يحولون دولار على العراق ويبيعوه بالسوق السوداء ب 160. وهذا يسبب لك فرق بين سعر البنك المركزي وبين السوق السوداء 30,000. فتخيل انه ربح هاي الطريقة على الدفتر هي 3 ملايين، اذا انت تسوي هاي العملية 10 مرات بمبلغ دفتر فهي 30 مليون بالشهر، وهذا سبب جشع كبير للعالم، فصاروا ناس مليونيرية بسبب هاي الطريقة. كذلك مو كل الشعب جشع، بل استغلوا ضعف الناس وحاجتهم إلى الفلوس، فاشتروا منهم الماستر كاردات ب 100,000 وب 200,000 وحتى ب 25,000، وبدأوا يشتغلون بيها. وهذا اللي سبب لنا مشكلة، إنه الحكومة العراقية بدأت تحسب الدولار على سعر السوق السوداء حتى يخلصون من ذول الطفيليات اللي يمصون بأموال الشعب وأموال الحكومة. فإلى الآن الحكومة العراقية تحاول تسوي محو أمية وتوعي الناس على القطاع البنكي. فحاليا الدولة كلها تتعامل بالماستر كارد، أي معاملة بالدولة تريد تروح تدفع رسوم لازم تدفع بالبطاقة، كذلك هاي البطاقة دا تنطيها للناس ببلاش، وهذا ما يلزم الناس انهم يروحون يطلعون ماستر كارد، حتى النفط صار بالماستر كارد. فهنا كل واحد راح يفتح حساب بنكي يقدر يستلم ويحول عليه فلوس، ويقدر يضم فلوس بيه ويقدر يدفع بيه، ومن يسافر يقدر يدفع عن طريق البطاقة، ما يحتاج انه يروح ياخذ دولار من السوق السوداء. وهاي طريقة زينة. كذلك الحوالات، إذا ابنك بالخارج أو بغير محافظة تقدر تحول له عن طريق الماستر كارد ويقدر يسحبها من أي مكان، وهذا تطور حلو. فالعالم بدأ يستغني عن الكاش، فمثل الصين حاليا ما عندهم كاش، يدفعون عن طريق تطبيق بالموبايل، فحتى الشاحوت تلقى عنده رمز يدفعون عليه، فحتى شمال الصومال بدأت تدفع عن طريق الموبايل، وهذا أفضل أنه الفلوس تظل داخل البنوك، وكذلك راح يقلل المعاملات بالدولار بشكل كبير. فيب إذا تشتري سيارة تقدر تحول له من الحساب البنكي بالدولار إلى التاجر، ما تحتاج تروح وتاخذ فرق عن البنك المركزي ب5000 أو 6000 دينار. ورغم أنه هاي راح تضر بشغل الصرافات من خلال الحوالات أو الدولار، لكن هذا هو المستقبل فلازم نمشي به. لكن اكو مشكلة في الحياة، مو كلها وردية، انه القطاع البنكي الحكومي تعبان، والماستر كاردات الحكومية مو كل مكان تشتغل، كذلك العمولات غالية جدا. فقبل شوية رح تسحب والماستر كارد قطعوا مني 2000 دينار، 1000 اخذها الماستر كارد و1000 اخذها ابو الجهاز. وهاي انا اشوفها عمولات كثيره، يعني اذا انا اريد ادفع 3 مرات باليوم، مثلا اروح اتسوق واروح اطلع ويا اصدقائي واروح اشتري جقاير، فهيك شيء هم راح يقطعون منك 6000 دينار، اي ما يعادل تقريبا بالشهر
فوق 150,000، وهذا الشيء مبالغ به. لازم العمولات تكون صفرية حتى العالم تشجع تفتح حسابات بنكية. وكذلك أتمنى يكون الربط بين البنوك أفضل، وأتمنى يكون عندنا غير الماستر كارد تطبيق دفع وطني مثل اللي بالصين، فهذا الشيء كلش راح يفيد العراق بهاي المرحلة. وكذلك أتمنى أن ينشرون أجهزة على المحلات والأسواق، وكذلك على كل المطاعم، حتى يكون سهل عليك أنك تدفع بالماستر كارد. فإحنا إلى حد الآن عندنا مشكلة بهاي السالفة. فيب أنا هنا ستوب، ومع السلامة.